بعد أمر بالتفتيش أصدرته النيابة المختصة على مستوى مستودعات بكل من بلدية الرغاية ولد فايت الدار البيضاء واسطوالي بالجزائر العاصمة وكذا مستودع بولاية بشار، تمكنت مصالح الأمن الوطني نهاية الأسبوع المنصرم من حجز ممتلكات لرجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت. هذه الممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات، وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية. عملية التفتيش أسفرت على ضبط وحجز 507 مركبات، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، 84 شاحنة من مختلف العلامات، دراجات مائية وقوارب نزهة، دراجات نارية فاخرة، أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات، 30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات، تقارب القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات 1000 مليار سنتيم. جزء من السيارات تم ترقيمها بطرق ملتوية، وجزء آخر كان في طور تسوية الوضعية الإدارية، وذلك بتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة. وقد تورط في هذه القضية 24 مشتبها فيهم، من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.